هو حضرتك ضربتني بالقلم ليه؟ انا ما كانش قصدي اخبط فيكي، بس هو اللي داس فرامل مره واحده. بجد؟ لا يا بابا، انا واحده وعارفه امتى تكون بقصد او من غير قصد. ايه اللي حصل يا استاذ؟ الاستاذ ده خبط فيا، وعلى فكره هو بيستعبط وفاكر هيخش عليا الحركتين اللي عامل فيها نفسه محترم. مش عيب يا محترم اللي انت بتعمله ده؟ اعتبرها زي اختك يا جدع، دي مش رجوله يعني. والله العظيم يا استاذ ما كانش قصدي، السواق داس مره واحده فرامل وخبطت في ايدها، هو اكيد مش هيكون قصدي يعني. يا سلام على الاحترام اللي بيخر منك ده، انت لو عندك نخوه انا بنت واقفه على رجلي المفروض تقوم وتقعدني مكانك. على فكره انا قاعد بس عشان خاطر انا تعبان، وما تحكموش على شخصيتي عشان قاعد وانت واقفه. بقول لك ايه، فكك من التمثيل ده واحترم نفسك، ولا على ايه انا اكلم الشرطه تيجي تاخد امثالك. بقول لك ايه يا صاحب، الاتوبيس هنا وانت انزل هنا. ليه حضرتك؟ طيب انا ما عملتش حاجه والله، ده ظلم. بقول لك انزل. بص حضرتك، انا والدتي في المستشفى وانا راكب عشان اروح لها، ما ينفعش انزل هنا. يا ابني صلي على النبي، طالما رايح لوالدتي المستشفى ما ينفعش ينزل هنا.